اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم كشري الحلة الواحد بطريقة جميلة رهيبة زي ما انتوا شايفين. طريقته فوق الروعة، جميلة جميلة فوق ما تتخيل. يلا بينا نشوف المكونات ونشوف الطريقة. المكونات عندنا مج رز، اللي عايز يكتر الرز عن كده يكتر. احنا بنحب الرز بسيط مش كتير، نحب المكرونة اكتر. اللي عايز يزود كوباية ماشي يزود مج تاني. يلا بينا نشوف. عندي نص كيلو مكرونة اسباجيتي شرايح، وعندي مكرونة عقل، عندي حمص الشام طبعا هنسلقه، وعندي كمان شعرية، وعندي عدس منقوع يومين. تنقعيه في قلب التلاجة، تنقعيه أول يوم برا، بعد كده آخر اليوم تحطيه في التلاجة، تاني يوم تكبي من عليه المية تنقعيه مرة تانية عشان يستوي معاكي في نفس الحلة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. حطيت معلقتي كبشة كده كبيرة سمنة فلاح أو معلقتين عاديين، ونزلنا بالشعرية وهنحمر الشعرية لغاية ما تتحمر ونوصل معانا للنتيجة اللي احنا عايزين. افضلي بقى قلبي فيها قلبي فيها لغاية ما تتحمر معاكي وتديكي النتيجة الجميلة الرهيبة. معلش لسعت كده مني عبال ما بدأت أقلب، بس لحقتها يعني حمرها على طول، مش هيعملوا حاجة حبة الحرق اللي تحت دول، خلاص مش هيعملوا حاجة، هيندمجوا مع التقليب. وصلت للنتيجة اللي أنا عايزاها، نزلت بمج الرز المغسول. هتنك برضو تحمري فيه لغاية ما يتحمر وينشف خالص من السوائل اللي فيه، وتخلي كده عندك صبر وانتي بتعمليه. خلاص كده نقص منه السوائل. جبت العدس المنقوع بقاله يومين، اول يوم بره، تاني يوم وبعدين تكبيه من عليه المية، تحطي عليه مية تاني وتحطيه في قلب التلاجة منقوع عشان يستوي معاكي بالسوى الرز والمكرونة، يستوي معاكي بسرعة، وبنفس الوقت ينزل ايه البقوليات اللي بتتعب الامعاء. ماشي. يلا بينا بدأنا نحط المكرونة، وزي ما انا قلت لكم انا حاطه نوعين مكرونة، النوع المعقل ده المعوجة شوية، وشرايح الاسباجيتي. هنحط دلوقتي عليهم الملح. ظبطي الملح بتاعك تبع احتياج اسرتك. خلاص كده زي ما انتوا شايفين. لما نحط بقى السوائل بتاعته يا دوبك هنغطي الرز. بصوا بقى ايه، انا سبتها تسخن كده وجبت المجين المية ونزلت مجين 2، ما تحطيش كتير، مج عدس ومج مية. خلاص كده يا دوبك بس برصوا هما المجين، ما تحطيش زيادة عن كده. سيبيهم يغلوا شوية، حطي عليهم بقى الغطا بتاعهم، وبعد ما تغلي كويس شوفوا انا بوريكم منسوب المية. منسوب المية ما يزيدش زيادة عن كده، لان المكرونة بتاعتنا هتستوي معانا وعلى البخار، عشان خاطر تبقى مفرفرة وتبقى جميلة جدا ورهيبة. حطي عليها كده معلقتين زيت من فوق لو احتاج الامر، مش محتاج وحاطه سمنه كافيه خلاص ما تحطيش. انا بوريكم ان الشرايح بتاعتنا مش متغطيه، هنغطي عليها ونسيبها بقى ايه تستوي. بصوا تعالوا ما تفتك، هي كده نص سوا يا دوبك اتشربت، لازم اشيل كده من تحت واطلع لفوق. انت تقولي دي عجنت، لا هي ما عجنتش، هي لسه كل ده اتشربت بس، يعني المية اللي فيها بدأت تقل، لسه فيها سوائل. فانا عايزة ادخل بقى المكرونة جوه الرز والعدس عشان كلهم يبقوا طعم واحد. بسم الله ما شاء الله استوى وبقت رهيبة جدا. في الوقت ده بقى حطي برضو معلقتين زيت بمعلقة الأكل وتقلبيهم ايه ترشيهم كويس. ليه؟ عشان يفضل مفرفر زي ما احنا عملناه. يلا بينا نعمل صلصة البصل. صلصة البصل دي في ناس بتحبها كده مع الكشري، بتبقى جميلة جدا ورهيبة. احنا هنعملها بطريقتنا وهتطلع معاكم روعة، وجربوها وقولوا لي بقى ايه رأيكم الصلصة دي. يلا بينا نحط قدر على النار. حطينا القدر على النار يسخن، بعد ما يسخن انزلي بمعلقتين الزيت.
الزيت هتحطيه زيت زيتون حطي، هتحطيه زيت ذرة حطي. اهم حاجة الزيت اللي يعجبك، طبعا كل واحد يستعمل اللي هو عايزه. نزلت كده بالبصل. في ناس تقولك لا ما نحط الزيت زيتون واحنا بنحمر وبنسبك وبنعمل، لا انا بحط عادي والدنيا بتمشي معايا زي الفل. حمرت البصل، وصلت للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. نزلت عليه بقى بايه؟ بالصلصة، بالطماطم المفرومة. ماشي. هتحطي معاها معلقة صلصة، قلبي قلبي قلبي، سيبيهم بقى يتسبكوا. وخلاص كده بصوا بدأت تتسبك خالص، مبقاش فيها اي سوائل. خلاص السوائل بتاعتها، وبدأ الإدام يبان. ودي كده بتبين لك عملية النضج بتاعت الصلصة بتاعتك. مشي كده بنفس التركات وبنفس ايه المقادير. في الوقت ده نحط فلفل اسود، وممكن تحطي كمان يا جماعة للي عنده قولون تعبان حطي شوية كمون. فأنا حطيت بس فلفل اسود وملح، بس أنا بقول لكم يعني ممكن تحطوا ايه. ماشي. وهنبدأ بقى في الوقت ده هننزل بإيه؟ هننزل بكمية المية. مثلا أنا كنت عاملة مج صلصة، هحط عليه مجين مية، لأن احنا عايزينها تبقى إيه؟ سايلة. وتنك بقى تقلبي فيها، تقلبي 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 لغاية كلها ما تسيح في بعضها وتندمج مع بعضها. هنسيبها تغلي وتستوي. يلا بينا نعمل الصلصة اللي بالثوم والخل. وهنحط معاها شطة، معلقة شطة كبيرة. شايفين؟ دي هي المقادير اللي احنا هنشتغل بيها. فانا حبيت بس اقول لكم اللي انا هحط خل، لان الخل هحطه من الازازة على طول. جبت قدر تاني وحطيته على النار او حلة زي ما انت عايزة. حطيها وبعدين انزلي برضو بشوية زيت اللي انت عايزاهم. وبعدين انا بحط معلقتين واي نوع زيت انت عايزاه. حطيتي الزيت وقلبيه، وانزلي عليه بمعلقة شطة كبيرة. قلبيه قلبيه يتحمر بس الزيت كده وريحته التوم وريحته تطلع. انزلي عليه بالصلصة، قلبي قلبي قلبي. وطبعا الشطة كده يطلع ريحتها، اللي بيحب بقى الشطة يحط قد ما هو عايز، بس طبعا هي لازم الشطة والخل هنا. ماشي. خلاص كده اتسبكت الطماطم بتاعتنا. يلا بينا نشوف بعد ما تتسبك هنعمل ايه. السبك يعني ايه؟ يعني الإدام اللي احنا حطيناه في الأول اللي هو الزيت يبدأ يبان. انزلي عليها بقى بالمية. طيب هنحط قد ايه مية؟ زي برضو ما انا قلتلك، حطيتي مج صلصة طماطم، هتحطي معاكي مجين مية، عشان دي اللي هي بتبقى معانا كده سايلة ونشطشط بيها الكشري بتاعنا. هنفضل بقى ايه ماشيين كده شوية شوية معايا. اول ما تبدأ داخلة في الغليان تحطي عليها الخل اللي انت عايزاه. بتحبي طعم الخل يبقى باين، يبقى كتري الخل. ونبدأ بقى نحط الملح بتاعنا، ولازم هنا نحط كمون. حطينا بقى كمون. ماشي. ونقلبه بقى في قلب المقادير بتاعتنا دي كلها. وهنسيبها ليه كمون؟ عشان دي الصلصة بتاعت التوم. بصوا انا بديكوا الحاجات التكنيك اللي بيخلي الطعم معاكي مظبوط، ومهما كلتي من الكشري بتاعك ما يحصل لكيش اي حاجة. بصي تفوتي كده في الحديد، تاكلي طبق واتنين وكده تملي بطنك، وانتي متأكدة ان انتي حاطة كل الحاجات اللي تخلي شهيتك كويسة وما تحسيش بأي امتلاء. جميلة جدا الطريقة دي، مشوا معاها بالتكنيك اللي انا بقولكوا عليه واحدة واحدة، ولا تتخيلوا النكهة والطعم بتاعتها. بصوا هي كده غلط. خلاص كده، عشان يبقى ايه الخل اللي انت حطيتيه ما يطرش. رجعت انا زودت دقتها وزودت شوية خل تاني. خلاص كده بقى سيبيها واركنيها على جنب. يلا بينا بقى نجيب بصوا الصلصات بتاعتنا. يا خبر ابيض، في حتة تانية خالص. صلصة اللي بالخل، والصلصة اللي بايه؟ بالبصل. ودي ليها بهاراتها ودي ليها بهارات. وادي الكشري معانا المفلفل الجميل. بصوا ما شاء الله. عشان وانا بقلبه كنتوا تحسوا ايه؟ ان هو لسه
ان هو لازق في بعضه، لا، بطريقتي وبكمية السوائل اللي انا قلت لك عليها يطلع معاكي مفرفر كده وجميل. العدس استوى، الرز استوى ومفلفل، وكمان معاكي المكرونة استوت، ويا سلام على الجمال والروعة. نزلي كده بقى واغرفي، وحطي بقى عليهم حبة صلصة وحبة حمص. يا خبر ابيض، بس مش بنحط كتير لان ولادنا بيحبوا يحطوا في الاطباق، بس انا عشان خاطر اقدم لكم فلازم احط لكم شوية. يا خبر ابيض. هنغرفه بقى وبعدين نحط عليه بقى الصلصة، واوعى، شايفين مفرفر ازاي؟ يلا بينا بقى. عملنا بيض مسلوق عشان نعلي نسبة البروتين، ماشي، ونعمل معاكم كده ديركونيشن رهيب، يعني نزوق اكلنا عشان يفتح النفس ويبقى جميل، وعلينا نسبة البروتين في الاكل. يا خبر ابيض، يا جماله يا جماله، الحلو سايق في دلاله. يلا بينا نحط الصلصة دي، الصلصة اللي بالبصل المتسبكة. يا جماله يا جماله، شايفين لون الصلصة الرهيب والطعم؟ الطماطم ده بالطماطم الفريش بتبقى رهيبة جدا. ولو حطيت يا تحطي معلقة صلصة بس جاهز، حطي شوية حمص، وخلي بالك ولادك بيحبوا يحطوه كده وايه ويصنفوا في الطبق. حطيت عشان اوريهولكم جميل جدا والشكل بتاعه روعة. هنشيل شوية الصلصة كده اللي جم على البيضة علشان الشكل ما يضايقكمش. خلاص كده عملناه وجهزناه وفي قلب الطبق غرفناه، وبالصلصة جرنشناه. حطينا عليه الحمص الشام المسلوق بعد ما نقعلاه ليلة كاملة عشان ما ياخدش معاكم سوا. يا جماله يا جماله، شايفين الجمال والطعم؟ يا خبر ابيض، انا دقته رهيب رهيب رهيب. وادي الحمص المسلوق، وادي السلطة الخضراء اللي ما يستغناش عنها الكشري، بتحطي فيها شوية مية وتحطي فيها خل وملح، ويا خبر ابيض اوعى. والصلصات التانية بألف هنا بقى، كليها واعمليها واسأليهم عن النتيجة، رهيبة جدا والطعم حكاية.